عمال العزكي جهز لنا غنوية رقم 1. يعني تخيلوا طول رمضان وهو يصور الغنوية أو الألبوم هذا. كان يشتي ينزلها بالعشر الأواخر، قال به ناس معتكفين، نزلها يوم العيد. ما هو بصراحة مفاجأة. نبذة عن العزكي. العزكي يا أخواني كان يدرس في دار القرآن في المحويت، وكان صوته جميل في القرآن الكريم ودخل في مجال الإنشاد. طبعا صوتي جميل ما شاء الله عليه. دخل في مجال الإنشاد وشارك في منشد الشارقة، وصوت لها الشعب اليمني داخل اليمن وخارج اليمن، وبعضا من العرب برضو. وحصل على المركز الأول في منشد الشارقة، ورفع رأس اليمن فوق، وأصبح منشد لسنين طويلة. فجأة اقتلب لا مغني، لا نعلم لماذا، بس أنا داري. أنا أقول لكم ليش في زمننا هذا ضروري إنك تكون مغني ولا تكون، يعني أنتم دارين، خط شمال علشان تدخل زلط. ما بش واحد قارئ قرآن لا يدخل زلط، ولا عالم، ولا ما لا يدخلوش هذا الزلط. على العموم دخل في مجال الغناء. كان الانتقاد بسيط عليه كونه انه كان يعني قارئ قرآن وكان منشد، فجأة اصبح مغني، والواحد يسأل الله حسن الخاتمة. هذا الانتقاد. الآن المشكلة الكبيرة ودي اللي ينتقدوها الآن أغلب الشعب اليمني، ولو تشوفوا بالموقع الرسمي حقه كيف كل التعليقات انتقاد، إنه لما تكون قارئ قرآن وحافظ قرآن ومنشد وفجأة تصبح مغني، وسكتوا لك الناس ما انتقدوكش. الآن أصبح قد معك راقصات. يا أخواني ما بش داعي الراقصات يا فنانين اليمن. إحنا شعب يمني عندنا كرامة، مو الشرط إنك تدنا حرمة وراءك ولا مرة ترقص علشان يعجبنا صوتك. صوتك حلو ممتاز، معك السمة، معك أيوب طارش، معك الكبسي، معك الأخفش، معك الناس هذول كلهم مشاهير، ولا قب واحد طلع هو حرمة ولا تدور رقاصة، ومشاهير اليمن هم موجودين. يعني ضروري تدنا رقاصة؟ ما هذا الشعب اليمني ما هو شعب خليجي ولا شعب عربي آخر. شعب يمني ما يحتاج تشد له رقاصة علشان يعجب صوتك. صوتك جميل، السلام عليكم، أنا أفدى قلوبكم. الانتقاد الآن على الرقاصات، هذا حاجة دخيلة على الفن اليمني، إنك تدي رقاصات. تمام، الرقاصات هذا ما بش داعي يا عزكي، وأنت أخبر بروحك طلع فنان رقاص، هذا حاجة تخصك وحده، بس ما تمثلش الفن اليمني، لانه الفن اليمني ما بش رقاصات معانا. انت وهذاك مدري مو اصله ذاك اللي يفعل بشعاره هكذا ويهتزي ويلبس لبس اثيوبيا ومدري اريتري. على العموم اي واحد يقول لك دع الخلق خالق، يا حبيبي هذا فنان يمني ويطلع يمثل اليمن ويغني باسم اليمن، من حقي وحق اي واحد انه ينتقده. تمام، غني لو كنت بالبيت طنبح ما حيدخل فيك، بس تطلع تكلم باسم اليمن ننتقده. تمام، تحياتي لكم. هذا الفيديوهات التي حبيت أوصل لكم، طبعا لا فرق بين فعل الخير سواء كان قليل أو كثير. المهم هذا الفيديو الذي حبيت أنا أوصل لكم، واشتركوا بالقناة إن لم تكونوا مشتركين، وفعلوا زر الجرس، وتحياتي.